السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب أم حمزة، ازيكم؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة عندنا روتين حلو في المطبخ، هنعمل أكل لذيذ. بقالي 3 أيام نايمة عيانة، عندي دور البرد اللي ماشي في الجو ده، خلي بالكم من نفسكم. دور صعب جدا جدا، فعلا الصحة دي تاج على رؤوس الأصحاء، ربنا يديمها علينا يا رب، ونشكر ربنا عليها في اليوم 1000 مرة. فابو حمزه كتر الف خيره، نزل سوق لنا كده، جاب لنا شويه طلبات. تعالوا بينا كده نسمي الله، نخش المطبخ نشوف الولاد طبعا عملوا فيه ايه في ال3 ايام اللي انا كنت نايمه فيهم. هنعمل مع بعض كيكه اليوسفي، خطيره هتعجبك جدا جدا، احلى من كيكه البرتقال. وهنعمل اكل لذيذ كده نعوضهم على الايام اللي فاتت. حطي لايك حلو للفيديو، كومنت حلو، شيري الفيديو، واهم حاجه هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سميت الله، ودي المشتروات اللي هو جابها لي ابو حمزه كتر خيره. انا قلت له هات لي حاجه شوربه الخضار، فجاب جزر، جاب كرفس وفاصوليا، وانا عندي بسله في الفريزر هطلعها، وجاب يوسفي، جاب لي طماطم. دي بقدونس هو جايبها عشان باباه بيغلي له كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، عشان هو ربنا يشفيه ويعافيه، عنده مشاكل في الكلى والبروستاتا، بيرتاح لما بيشرب كوبايه الصبح وكوبايه بالليل. وساعات كمان بيجيب له بريل. دي البطاطس ودي الفرخه اللي احنا هنطبخ عليها. اول حاجه هسمي الله، ومسكت الفرخه غسلتها كويس، لان بصراحه الراجل بتاع الفراخ ما كانش منضفها كويس، كان سايب لي فيها ريش كده رفيع، وسايب لي الزوايد بتاعتها، ما كانش منضفها كويس. فانا عدت عليها كده ونضفتها، وانا بصراحه ما بحبش اجيب الفرخه واعملها في نفس اليوم، لازم ابيتها في الفريزر ليله. يا سلام بقى لو بيتيها في التتبيله بعد ما تغسليها كويس جدا وتتبليها وتسيبيها، اللحم بتاعها بيطرى كده وبيبقى خطير. بس انا بصراحه هنا بقى انا كنت مضطريه، والمضطر بيركب الصعب. مسكت الفرخة بقى، شِلت كل الزوايد اللي كانت موجودة فيها، وبالذات الضوافر الرفيّعة اللي بتبقى موجودة في الجناح، ونضّفتها وخلّيتها زي الفل. وفي الآخر خالص جِبت معلقة كبيرة من الطحينة، عملت لها مساج من برّه ومن جوّه، وشطفتها وقطّعتها 4/4، عملت لها فتوحات كده في الصدر والورك، ونقعتها في ليمون ومعلقة من السكر و3 معالق من الملح. بعد كده جِبت بصلاية باشراها بالمبشرة، عصرت عليها ليمون، حطيت عليها ملح وفلفل أسمر بس، مش هنحط بهارات تاني، ما باحبش البهارات الكتيرة. بادعك الكلام ده كله كويس عشان البصل ينزّل كل المَيّة اللي فيه. بعد كده باخد التتبيلة دي أتبّل بيها الفراخ كده كويس جدًا. يا سلام بقى لو التتبيلة دي كنتِ عاملاها من بالليل، بتبقى خطيرة وجميلة جدًا. كده تبّلت الفراخ، نركنها على جنب لحد ما أنضّف الخضار. وهنا جبت البطاطس، قشّرتها وغسلتها وأقطّعها حلقات سميكة، أعمل صينية بطاطس جنب شوربة الخضار، عشان الولاد مش كلّهم بياكلوا شوربة الخضار، وأنا بصراحة عايزة أأكّلهم أكل بيتي كده دافي، أعوّضهم على اليومين اللي كانوا بيجيبوا أكل جاهز من برّه. فقطّعت كده البطاطس شرايح سميكة، وجِبت بصلاية كبيرة قطّعتها حلقات، وفلفل رومي قطّعته حلقات. طبعًا قطّعت الكوسة والفاصوليا، الحاجة بتاعة شوربة الخضار قطّعتها، وضبّطت الخضار بتاعي. المفروض إن أنا أتبّل البصل والفلفل بالملح والكمون والفلفل الأسمر، وأدعكهم كويس جدًا وأحطهم على البطاطس. بس أنا بقى كنت مستعجلة، فحطيت كُلّه على كُلّه كده، وحطيت فصين توم قطّعتهم رفيّع خالص، وجِبت طماطم ضربتها في الخلاط، ونزلت بيها صفيتها طبعًا بعد ما غسلتها. أصفّي الطماطم كده أحطها على النار تغلي غلوتين، وأحط كبشتين من الشوربة، معلقة من السمنة، وندخّلها الفرن. كده صينية البطاطس جاهزة معايا، هنجهّز بقى شوربة الخضار. وهنا لازم أسلق الفراخ طبعًا عشان آخد منها شوربة، عشان أعمل شوربة الخضار. فحطيت معلقة كبيرة من السمنة، وأول ما سخنت نزلت بالفراخ عملت لها صدمة. وهنا باشوّح الفراخ لحد ما لونها يتغيّر، وبعد كده بانزل بطماطماية وجزراية، مش هنحط بصل طبعًا عشان إحنا متبلين الفراخ بالبصل. هاقلب الكلام ده مع بعضه، وبعد كده نزلت بالمَيّة المغلية، وحطيت البهار، حطيت حبهان ومستكة ورق لوري مطحون وملح. زوّدي الملح شوية عشان الفراخ تتطعم كده، واللحم كده يبقى متملّح وطعمه حلو. هنقلب الكلام ده كده كله مع بعضه. حطيت قرن فلفل سبايسي، ما بيعملش طعم سبايسي ولا حاجة، بس بيخلّي ريحة الشوربة حلوة. مكعب مرق اختياري نغطي. وكده الفراخ بعد ما استوت معانا، شايفين الشوربة عاملة إزاي؟ ما شاء الله سمينة وتحفة، ما تقوليش أبدًا إن دي شوربة فراخ، تقولي عليها شوربة بط، والفراخ ريحتها خطيرة. اسلقي الفراخ بالطريقة دي هتعجبِك جدًا. بعد كده طلّعت بقى الفراخ، صفيتها من الشوربة وهاطلّعها، وتعالوا نعمل شوربة الخضار. وهنا حطيت حلة على النار، ومعلقة كبيرة من السمنة، وبصلاية قطعتها رفيع، وفصين من التوم هاحطهم صحاح، هاخد ريحتهم وبعد كده هاطلّعهم.
وعشان الخضار يطلع معاكِ شكله حلو كده ومش مهري لازم نحطه بالترتيب، أول حاجة نحط الجزر نشوحه لحد ما يدبل، بعد كده هننزل بالبسلة، البسلة هنا أنا مفرّزاها فحطيتها زي ما هي كده متفرّزة، باشوّحهم مع بعض لمدة ربع ساعة على البخار كده أسيبهم مع بعض وأغطّي عليهم، بعد كده نزلت بالفاصوليا قلّبتهم مع بعض وسِبتهم برضه لمدة 10 دقايق، آخر حاجة باحطها الكوسة والبطاطس وبعد كده باحط الشوربة وأحط الكرفس وأغطّي عليها وأسيبها تستوي، بس للأسف بقية المقطع ده اتحذف منّي، لحد ما الشوربة بقى تستوي معايا تعالوا نعمل رُز حبّاية وحبّاية، حطيت حلة على النار ومعلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين من الزيت، الزيت أساسي عشان الرز يطلع معاكِ مفلفل، وبعد كده غسلت فنجان من الرز وصفيته ونزلت بيه، وهنا هنشوّح الرز لحد كده ما ياخد لون دهبي، ولازم تقلبيه يمين وشمال عشان كلّه ياخد لون واحد. بعد ما الرز أخد اللون الدهبي طبعًا غسلت الرز 3 كوبايات من الرز غسلتهم وصفيتهم ونزلت بيهم، باقلب الرز طبعًا ريحة الرز حبّاية وحبّاية ده بيبقى قالب الدنيا، خطير وطعمه حلو جدًا، باشوّح الرز كويس كده على نار متوسطة عشان يطلع معاكِ مفلفل، وبعد كده باحط ملح وبانزل بالعقد 3 كوبايات من الرز، هنحط لهم 3 كوبايات من المَيّة بس إحنا هنا هنزوّد فنجان كده عشان الحبّة اللي إحنا حمّرناهم في الأول، هنقلّبهم كده ونضبّط العقد وكده تمام، هنغطّي عليه، طبعًا ريحته خطيرة جدًا، أول ما يبقبق كده ادّي له تقليبتين وأهدّي عليه واسيبه بقى يستوي براحته، شوية رز زي السُكّر، صلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حمّرت الفراخ في معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين من الزيت ياخدوا لون كده، باقلبهم على الجنبين وأحط رشة ملح، رشة فلفل أسمر، الله يا جماعة تحفة. وكمان هنا شوربة الخضار باشيل الكرفس كده عشان ما يضايقش حد، شايفين الشوربة عاملة إزاي؟ طعمها خطير وأكلة كده مغذية وتدفّي في الجو ده. وصينية البطاطس طلّعتها من الفرن ما شاء الله تبارك الله، والرز حبّاية وحبّاية اللي ريحته كانت قالبة الدنيا كلّها، خطير. شايفين شوربة الخضار ما شاء الله، الخضار مش مهري وشكله عامل إزاي، خطيرة يا جماعة جرّبوها هتعجبكم جدًا، كده الفيديو خلص ما تنسيش تحطّي لايك حلو وكومنت حلو وتشيّري الفيديو ونصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم واشوفِك في فيديو جديد إن شاء الله.